بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المتابعين، نعود معكم من جديد. معكم أخوكم حميد أشتي إسماعيل. اليوم التاريخ 4/3/2024، اليوم يوم الاثنين. موضوعنا اليوم راح يكون اجتماعي. سبب هذا الفيديو من القصص اللي سمعتها من الأحبة من الأصدقاء، اللي هو فشل العلاقات العاطفية من أول لقاء مع الخطيبة مع الحبيبة. لماذا تفشل هذه العلاقات؟ لماذا تتدمر علاقة الحب؟ ما هي العوامل التي تؤدي إلى فشل هذه العلاقات العاطفية؟ طبعا هناك أسباب كثيرة. الأسباب طبعا في الرجل، يعني النقص مع الأسف الشديد في الرجل. الرجل يجب أن يكون ماهر، يجب أن يفهم المرأة. أنا راح أذكر 10 نصائح أو أسباب اللي تحبها المرأة في الرجل، وإن شاء الله تنجح علاقاتكم مع خطيبتك مع حبيبتك، وإن شاء الله تدعوا لي، إن شاء الله ادعوا لي. عزيزي الرجل، المرأة كائن هرموني، كائن حساس، تتألم من أبسط الأشياء وتتحسس من أبسط الأشياء. لا يفهمها إلا الرجل الكريم، ولا يهينها إلا اللئيم ابن اللئيم. والثاني عليها بكلمة طيبة بمثابة منحها ماسة أو الماسة. الآن راح أذكر 10 أسباب أو صفات تحبها المرأة في الرجل. طبعا هناك أسباب كثيرة، أنا راح أذكر بس 10 أختصر. طبعا أول سبب اللي تحب المرأة أن يكون في الرجل هو أن يكون الرجل ذكي. أولا أن يكون الرجل ذكي، مو تقعد أمامها تصير خبل، تصير رقلة. المرأة تحب واحد ذكي، واحد يكون رزين. ثانيا المرأة تحب أن يكون الرجل واثق من نفسه. ثالثا المرأة تحب أن يكون الرجل مرح، مو معبس، مو مكشر بيها، تحب واحد يضحك يونس. رابعا المرأة تحب أن يكون الرجل غامض، وهذه صفة مهمة جدا. وخامسا لا يمكن التحكم به. سادسا المرأة ما تحب أن يكون الرجل بخيل جعس، ما تحب الرجل البخيل، كون كريم، اكرمها. سابعا المرأة تحب أن يكون الرجل نظيف زقرت. ثامنا المرأة تحب أن يكون الرجل قيادي له. تاسعا المرأة تحب أن يكون الرجل صادق معاها، لا تكذب، لا تشلخ عليها، لا تطير صواريخ. المرأة ترى رادار، حساسة، تعرف فول اوبشن ما ينفع معاه تقص عليها تلعب عليها، ما ينفع، ذكية المرأة. عاشرا المرأة تحب أن الرجل يسمع لها ويحتويها. اسمع لها، مو كلها أنت اللي تقرقر. عطها مجال تسولف، احتويها، اسمع لها. وأخيرا عن الرسول صلوات الله عليه وعلى آله يقول: رفقا بالقوارير. وإن شاء الله هذه النصائح تستفيدون منها أعزائي الرجال، وإذا نجحتوا بالعلاقة ادعوا لي إن شاء الله. أخوكم حميد أشتي إسماعيل، ونقول تحياتي والله يوفقكم، مع السلامة.